السلام عليكم. فعلا المثل بيقول يخلق من الشبه 40. انا فعلا ما قابلتش 40 شخص بنفس الشبه، ولكن انا قابلت ثلاث اشخاص بنفس الاسم. الثلاثه يعني جمعتنا بهم بظروف مختلفه جدا ومناسبات مختلفه، بس ما بيروحوش من دماغي ابدا او من ذاكرتي يعني. لان فعلا سبحان الله يعني قانون الروح، يعني كل الروح من امر ربي، محدش يعرف اسرار الروح غير ربنا سبحانه وتعالى. وحتى علم النفس نفسه هو علم قصير وحديث نسبيا يعني. فما تعرفش ليه فعلا بيبقى في ناس بتفضل في ذاكرتك لفتره طويله، رغم ان انت ممكن تبعد وتعدي سنين بس تفضل فاكر احداث ومواقف معينه واشخاص معينه ما بتتوهش من ذاكرتك يعني. احد هؤلاء الاشخاص يعني كان اسمه براء. اول ما قابلت براء قابلته وهو كان صف ضابط. يعني كنت انا مجند وكنا قوات دفاع جوي وكان معانا، وكنا دايما نقول له الصوت براء الصوت براء. ولكن اكتشفنا يعني بعد كده ان الصف ضباط بيتريقوا علينا ان المستجدين رقوا طيران مره واحده، اللي لسه متخرج اول امبارح من معهد صف ضباط وخلوه صوت. طبعا بقى ما عرفناش الفرق بين الصول والشاويش غير بقى لما توزعنا على السريه بتاعتنا وطلعنا سريه الاشاره، لان احنا كنا في قريه لور، فاغلب الصف الضباط اللي معانا كانوا من الدرجه دي، درجه الصول يعني. الصول براء ده عمري ما بنساه، او الشاويش براء يعني. عمري ما بنساه، لان انا صحيت في يوم من النوم وانا راجع من الاجازه، دخلت العنبر نمت طبعا مع طول المسافه والسفر بقى والكلام ده. فبتيجي تنام وتبدا تستلم شغلك النبطشيه بتاعتك تاني يوم. صحيت بالليل لقيت العنبر منور والعساكر كلها صاحيه والشاويش براء سهران معانا. خير يا جماعه في ايه؟ قال لك بس اهدى انت بس شويه كده وانت هتفهم في ايه دلوقتي يعني، عشان كريم وبتاع. وكله قاعد حوالين السرير بتاع كريم. طيب. صحيت وكان في القلق طبعا وكله قاعد ساكت. وشويه لقينا كمان عسكري بيقول ده الرائد محمد بيقول في رفع حاله دلوقتي وقائد الفرقه على الطابور. طبعا يعني اللي دخل الجيش يعرف يعني ايه قائد الفرقه نفسه موجود على الطابور ورفع حاله طبعا. مع الدفاع الجوي تبقى الدنيا مشدوده. وبدأنا نسمع بقى الأخبار، قال لك إن في عيال فلسطينيين عملوا عملية وإسرائيل دلوقتي بتجهز للرد وفي عملية انتقامية، واحتمال إن هم يتسللوا عبر الحدود طبعا عن سيناء والكلام ده، وطبعا في رفع حالة وتأهب طبعا بقى الدفاع الجوي يعني. يعني في مره صف ضابط من القوات الجويه، لان احنا التعامل بيننا مشترك يعني دايما بتشتغل في قطاع واحد. قال لي الدفاع الجوي ده بيختاروه تفتيشات، يعني الدفاع الجوي دايما بحاله التاهب وشد الحاله دي. في طبعا كل سلاح في الجيش ليه طبيعه عمل يعني. المهم ان في الليله دي كان في حاله تاهب شديده، وكانت العمليه ديت لها تاثير كبير، لان انا كنت راجع من الاجازه وشفت احد المحللين السياسيين كان في برنامج في لندن مع اعلامي مشهور جدا، وقال ان سيناريو ان يحصل تحرش على الحدود بيننا وبين اسرائيل في الفتره ديت ويكون دافع او سبب بقى يعني ما اعرفش، كان نوع من التشكيك في المجلس العسكري وانه مش هيروح للانتخابات الرئاسيه ومش هيحصل كذا وكذا. فكان بيقول ان السيناريو ده قائم بشده. وطبعا رجعت اجازه ما فيش كملتش 3 4 ساعات في الوحده بتاعتي او بتاع، ولقيت السيناريو ده يعني مطروح بقوه وبشده، وان الامور بتتغير. انت طبعا موجود المكان اللي انا موجود فيه مع الواحد يعني الحمد لله، مع القراءه عن حرب اكتوبر والكلام ده كله، انت موجود في المنطقه نفسها وعارف يعني انا قرات تاريخ المعارك بتاع المصريه بتاع جمال حمدان، جمال حماد، اللي هو جمال حماد ليه كتاب رائع بصراحه، اللي هو بيوصف فيه يوميات حرب اكتوبر ديت، وكاتبه بتفصيل شديد جدا وبلغه بسيطه على فكره للعسكريين او غير العسكريين. فذكرياتك عن المنطقه اللي انت موجود فيها، انت على بعد نص سينا، ساعه بالظبط من سينا. يعني عساكر بتوع اللي هو الانذار اللي جنبنا قال لك على فكره احنا نص ساعه بالظبط، الكتيبه بتاعتنا اللي موجوده في سينا احنا نص ساعه. فانت في ليله واحده ممكن تتخيل ان مصير حياتك كله يتغير او مصير البلد بتاعك كله يتغير. وفي ليله واحده بس يعني انت شبح الحرب والقلق ده كله. وبعدين بقى اللي زود الهاجس ده عندي ان الشاويش براء نفسه اكد الكلام ده، قال لك يا جماعه ما هي الحروب بتبدا كده، هم هيعدوا او هم هيحصل التسلل ده، هم يخشوا وراه يقول لك انا عندي حق الدفاع عن النفس، ان هم ناس عملوا عمليه على الارض، انا عاوز اقوم بعمليه انتقاميه. انت هتقول طبعا مش هيسمح على الحدود بتاعتي بالكلام ده، او مش هتسمح ان الحاجه دي تتم على ارضك. فبس هو ده الحرب، انت فكركم الحرب ايه غير كده؟ هو يقول لك لا، انت تقول له يحصل المساس بحدودك. خلاص الحرب ده، فده شبح الحرب بقى موجود في هذه الليله.
طبعا اللي قطع حبل التفكير ده كله ان احنا كنا خلاص داخلين على اذان الفجر، ولقيت كريم ده بيصرخ والصويت بقى اشتغل وبيقطع في وشه. فبدات اعرف بعد كده بقى القصه ايه الحكايه يا جماعه، كريم بيعمل كده ليه؟ قال لك ان كريم كان خطيبته ماتت وهو كان عنده سوبر ماركت ناجح ما شاء الله والكلام من ده، ولكن كان مرات ابوه كان عايش معاها بقى، يعني الظاهر يعني والله اعلم ان ربنا يسامحها كانت مثال سيء لزوجة الاب. لا فالناس بقى من اللي هم بلديات وقرايبه واللي عارفينه كويس قوي قالوا ان هي عامله له عمل والحاجات دي. فطبعا يعني الواحد في الفتره دي ما كانش بيصدق في حكايه العمل السفلي والحاجات دي والكلام ده، ولكن اتضح ان هو موجود. طبعا هو فعلا يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي يتحصن بكتاب الله وبالصلاه وبالقرب من ربنا، ربنا يكفي شر كل هذا الكلام فعلا، يعني ده حقيقي. والقرب بالله ما يخليش حد فعلا يخترقك ولا يعرف انت في دماغك ايه، لان اللي بيبعد عن القراءه او التحصين اليومي والكلام ده سهل فعلا جدا ان حد يخترقك والكلام ده. طبعا الفتره دي ما كنتش بصدق، يعني كنت لو سالتني اقول لك لا طبعا كلام فارغ، اعمال ايه وجن ايه وحد يخترقك ويعرف في دماغك ايه وفي نفسك ايه وفي بالك ايه. وسالت على فكره دكتور عندنا في علم النفس قال لي لا 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 ده حاله ربط، ويا ريت تجيب لي الولد بس اشوفه والامور بسيطه وتتعالج. ورجعت من الاجازه لقيت كريم يعني ما شاء الله في حاله نفسيه كويسه، وحسيت ان اهتمام اللي حواليه بيه كله اداله دفعه معنويه يعني، وسلوكه اتغير. يعني هو حالته في حالته الطبيعيه كريم كنت تحس ساعات فيه شويه عدوانيه مع اللي حواليه، لا مع احساسه بالاهتمام من اللي حواليه كله. وبصراحه يعني الشاويش براء برضك بالرغم ان هو كان يعني ما شاء الله من الناحيه الجسديه طبعا كان واخد فرقه صاعقه، لان انا عرفت بعد كده انه اتعمم على الصف ضباط الدفاع الجوي كلهم اللي واخدوا فرقه صاعقه بناء على تعليمات رئيس الاركان في الفتره ديت. كان يعني ما شاء الله رغم ان احنا كلنا كنا شباب، بس كان هو الوحيد فينا اللي يقدر يسيطر عليه من الناحيه الجسديه. وتوسط طبعا بقى عند قائد السريه وشرح له الموقف بالتفصيل وبامانه يعني، وان الولد ده محتاج اجازه عشان يفصل دماغه وعشان يعني حالته النفسيه تبقى متوازنه. وفعلا جاب له الاجازه ورجع من الاجازه بقى بحاله نفسيه افضل. وطبعا خلوه في الكانتين بعد كده بحيث ان هو ما يبقاش طبعا شغل الدفاع كله الجو كله اغلبه اكتشم وفي اماكن محصنه فبقت حالته النفسيه افضل يعني، والامور عدت على خير. وطبعا يعني الواحد ما بينساش لما يكون صف ضابط يعني شرقاوي، بالرغم بقى كل حكايتنا عن الشرقوة يعني وكرمهم الزايد والكلام ده كله. ويعني فعلا انت لما تحتك بقطاع كبير منهم هتعرف فعلا ان هم ولاد عم الصعيد، ولكن كان في كل سمات الرجوله بصراحه يعني، وتحمل المسؤوليه. وكان شخص على خلق يعني، يعني الشخص القوي دايما بيبقى واثق في نفسه يعني. فده براء رقم واحد اللي انا قابلته اللي انا ما بنساهوش ابدا يعني. ربنا بقى يوفقنا يعني، الواحد للاسف يعني فقد وسيله التواصل معاه. اما براء